أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. والآن سنتكلم عن الإظهار. الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، ويكون إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الآتية: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. وتسمى بحروف الإظهار، أي أننا ينبغي عند نطق النون الساكنة أو التنوين أن نبينها ونوضحها دون إخفاء أو غنة إذا جاء بعدها حرف من تلك الحروف. استمع معي للأمثلة الآتية: أنعمت، من آمن، عليما خبيرا. نلاحظ أن كلمة أنعمت جاءت النون الساكنة بعدها عين، وهي من حروف الإظهار، ولذلك علينا أن نقرأ النون دون إخفاء أو غنة، فنقول أنعمت ولا نقول أنعمت. ونلاحظ أن الإظهار مع النون الساكنة يأتي في كلمة واحدة كما في أنعمت، ويأتي أيضا في كلمتين كما في قوله تعالى من آمن. أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين كما في قوله تعالى عليما خبيرا. وحروف الإظهار تخرج من الحلق، ولذلك سمي بالإظهار الحلقي. والآن هيا نتعلم كيفية إظهار النون الساكنة أو التنوين مع حروف الإظهار المختلفة. لكي نؤدي هذا الحكم بطريقة صحيحة فلا بد أن يكون طرف اللسان ملتصقا باللثة العلوية لمدة حركة واحدة. لاحظ الشكل التوضيحي أثناء نطق الأمثلة الآتية: من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون، يومئذ خاشعة. نلاحظ في الأمثلة التي سمعناها أننا أظهرنا النون الساكنة والتنوين، حيث ظل طرف اللسان ملامسا للثة العليا مدة يسيرة بمقدار الحركة تقريبا. ومن الخطأ أن يظل اللسان ملتصقا أكثر من هذه الفترة، لأن الغنة ستحدث عندئذ في النون الساكنة أو التنوين، فلا نقول من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون، يومئذ خاشعة. ويقع الخطأ أيضا في نطق الإظهار بأن يكون اللسان مبتعدا عن سقف الحنك، بحيث تكون النون في حالة إخفاء، هكذا: من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون. التعريف: الإظهار لغة الوضوح والبيان، واصطلاحا معناه نطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا ظاهرا دون غنة أو إخفاء. الإدغام من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. فهل تعرف معنى الإدغام؟ لكي تعرف معناه استمع جيدا للمثال الآتي ولاحظ الحروف الملونة. وأريدك أن تلاحظ ملاحظة أخرى بعد سماعك للأمثلة والتركيز على كيفية نطق الحروف الملونة.
لمن يخشى إن لم. نلاحظ في المثال الأول أن إدغام النون الساكنة في الياء كان مصحوبا بغنة، كما نلاحظ في المثال الثاني أن إدغام النون الساكنة في اللام تم بدون غنة. ونستنتج من ذلك أن الإدغام نوعان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. والإدغام له حروف هي الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. ولسهولة حفظها جمعت في كلمة يرملون. ومن هذه الحروف ما هو مختص بالإدغام بغنة، ومنها ما هو مختص بالإدغام بغير غنة. وحروف الإدغام بغنة هي الياء، النون، الميم، الواو. ولسهولة حفظ هذه الحروف جمعوها في كلمة ينمو. أما حروف الإدغام بغير غنة فهي اللام والراء. ولكن هيا نتعلم كيفية النطق الصحيح لحكم الإدغام. أولا، الإدغام بغنة. استمع معي للأمثلة الآتية ولاحظ نطق الحروف الملونة في الأمثلة الآتية: لمن يخشى، خيرا يره، فلن نزيدكم. لاحظ أننا أدخلنا النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام، وحدثت الغنة التي هي صوت يخرج من الأنف بمقدار حركتين، فعلينا أن ندغم النون الساكنة أو التنوين في هذه الحروف. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين، فنقول مثلا لمن يخشى، خيرا يره، فلن نزيدكم. ومن الخطأ أيضا أن نخفي النون الساكنة أو التنوين دون غنة، فلا نقول لمن يخشى، خيرا يره، فلن نزيدكم. أما الإدغام بغير غنة فنطقه كالتالي: إن لم، ويل لكل همزة لمزة، من رحمة، غفور رحيم. لاحظ، لقد أدغمنا النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء، ونلاحظ أن هذا الإدغام تم بدون غنة. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين، فلا نقول إن لم، ويل لكل همزة لمزة، من رحمة، غفور رحيم. ولعلك تلاحظ أن الأمثلة التي سمعناها جاء الإدغام فيها في كلمتين، فهل ذلك كان مقصودا؟ نعم، إنه كان مقصودا، فالإدغام لا يكون في كلمة واحدة حتى لو توافرت الشروط التي قلناها من اجتماع حروف الإدغام مع النون الساكنة أو التنوين. لاحظ ما حدث في كلمة صنوان، قنوان، فالنون في الكلمتين ساكنة وجاء بعدها الواو، ورغم ذلك لم تدغم، لأن الإدغام يتم دائما في كلمتين. ولكن كيف نؤدي هذا الحكم بطريقة صحيحة؟ لاحظ، اللسان يتحرك من التصاقه بسقف الحنك إلى مخرج الياء مع أثر الغنة. التعريف: الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، وفي الاصطلاح هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في حرف من حروف يرملون، وينقسم إلى إدغام بغنة وحروفه مجمعة في كلمة ينمو، وإدغام بغير غنة وحروفه اللام والراء. الإخفاء: من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء. استمع معي للأمثلة الآتية: فانظروا، منثورا، من
بأس شديد. ما الذي نلاحظه؟ نلاحظ أن النون الساكنة أو التنوين قد أخفيت، ونلاحظ أن إخفاء النون الساكنة والتنوين جاء في كلمة، وجاء أيضا في كلمتين. كذلك نلاحظ أن إخفاء النون الساكنة والتنوين كان مصحوبا بغنة مقدارها حركتان هكذا، فانظروا. ولكن لاحظ أن الغنة تجيء مرققة أو مفخمة، فتجيء مرققة إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مرقق مثل كلمة منثورا، وتجيء مفخمة إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مفخم مثل فانظروا. ولكن متى يحدث الإخفاء؟ يحدث إخفاء النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما حروف معينة، وهذه الحروف هي الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاد، الظاء. ولسهولة حفظها جعلوها في بيت من الشعر هو: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. لاحظ أن الحرف الأول من كل كلمة يمثل حرفا من حروف الإخفاء. التعريف: الإخفاء الحقيقي هو النطق بالحرف بحالة يكون فيها بين الإظهار والإدغام، ويكون في النون الساكنة أو التنوين إذا تلاها حرف من حروف الإخفاء. الإقلاب. سنتكلم الآن عن الإقلاب، وهو حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. هيا نستمع معا للأمثلة الآتية: ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا. هل تلاحظ معي تلك الميم الصغيرة الموجودة على النون في ينبوعا من بعد خبيرا بصيرا؟ هذه الميم تسمى بميم الإقلاب، أي أننا كما استمعنا للقراءة سنقلب النون الساكنة أو التنوين ميما. ونلاحظ أن الإقلاب جاء في كلمة واحدة مثل ينبوع، كما جاء في كلمتين مثل خبيرا بصيرا. وأما الإقلاب مع التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. إذن متى يحدث الإقلاب؟ يحدث الإقلاب إذا جاءت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة. هيا نتعلم كيف نؤدي هذا الحكم. تفرج الشفتان قليلا مع الإتيان بغنة بمقدار حركتين، كقوله تعالى ينبوعا، فكلمة ينبوعا النون فيها ساكنة وجاء بعدها حرف الباء فقلبناها ميما مخفاة، هكذا ينبوعا. وكذلك قوله تعالى من بعد، وقوله تعالى خبيرا بصيرا. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين فنقرأ ينبوعا من بعد خبيرا بصيرا. ومن الخطأ أيضا أن نقلبها ميما غير مخفاة فنقول ينبوعا من بعد خبيرا بصيرا. كذلك من الخطأ أن نقلبها ميما مخفاة مع عدم وجود الغنة فنقرأ ينبوعا من بعد خبيرا بصيرا. الإقلاب
قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع غنة بمقدار حركتين إذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين، ويكون في كلمة أو كلمتين.